يسعد مساكم أعزائي المشاهدين، معكم برنامج من سيربح المليون، ومعنا أول متسابق عبد الله الرجاوي من محافظة الرجال. تفضل أستاذ عبد الله. إذا ربحت المليون شنو حلمك تشتري؟ والله يا استاذ جورج انا حلمي اشتري طريزيله، شفت هذا بسوق الجمعه وعجبتني، ما حلمي بصراحه. إن شاء الله تربح المليون وتشتري طريزيلة حياتك. ان شاء الله. نبلش أسئلة. جاهز أنت؟ جاهز. مريح أعصابك؟ دفيت سكارة غازي، تركز على الاسئله قبل ما اجي. تمام أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، السؤال الأول بقيمة 500 ليرة سوري، والسؤال يقول: الشزمز من إيش مصنوع؟ بيض وبندورة، بندورة وباذنجان، بندورة وبصل، بندورة وبطاطا. ركز. الشزمز على ميت مالك فكر. والله انا اتوقع الجواب الاول. الجواب الأول لاني شريت اتذكر شريته عند واحد. بيض وبندورة. بيض وبندوره. متأكد جواب نهائي؟ 100% ان شاء الله. بيض وبندورة. ان شاء الله ثبت عليه. ألف مبروك، الجواب صح أستاذ عبد الله. السؤال الثاني راح يكون بقيمة 1000 ليرة سوري، والسؤال الثاني يقول: كلمة تشلبط باللغة الشاوية، تشلبط تعني اذهب، تسلق، جاء، مات. كلمة تشلبط. كلمه تشلبط هاي يعني تشلبط حسب دراستي انا وخبرتي الكلمه هاي، خلينا بدي احذف اجابتين. نحذف لك إجابتين. احذف اجابتين. نحذف كلمة مات ونحذف كلمة جاء. يظل عندك اذهب ويظل عندك تسلق. تشلبط بمعنى لازم تسلق. لازم تسلق لازم. ركز بالإجابة قبل. ان شاء الله تطلع هي تسلق. متأكد؟ متأكد ان شاء الله. كمبيوتر طلع لنا الإجابة. ألف مبروك، تسلق. ألف مبروك أستاذ عبد الله. إذا صار لك معانا 1000 ليرة سوري تشتري باكيت دخان. الآن سدرس. السؤال الثالث بقيمة 2000 ليرة سوري، والسؤال يقول: صندويشة الفلافل الدبل فيها كم قرص؟ الدبل قرصين، 3 قراص، 4 قراص، 5 قراص. صندويشة الفلافل الدبل. ركز بالسؤال. هذه اتوقع 5. 5 قراص. اتوقع 5 لما نحطوها رغيفين ان شاء الله 5 باذن الله. 5 قراص. جواب نهائي؟ ان شاء الله 5 قراص. 5 قراص. كمبيوتر طلع لنا السؤال. ألف مبروك، 5 قراص أستاذ عبد الله. ألف مبروك. يا رب. صدقوا أستاذ عبد الله راح يربح طريزيلة معانا. السؤال الرابع بقيمة 4000 ليرة سوري. بس ما تصعب لنا الأسئلة. السؤال بلش يصعب. أنا حسب دراستي إن شاء الله. السؤال يقول: نوع السلاح المحرم دوليا التي تستعمله الأم ضد الأولاد. دوشكة، مسدس، بارودة، قندرة اللاستيك الخضراء. السلاح المحرم دوليا عند الأم. سلاح محرم دوليا. دوشكة. إذا قلنا الدوشكة استبعده. الإمارة الثانية شو قلت لي عليه؟ مسدس. مسدس استبعده. بارودة. الرابع شنو؟ قندرة لاستيك خضراء. قندرة اللاستيك الخضراء. متأكد؟ ثبت عليه إن شاء الله. كمبيوتر طلع لنا الجواب. ألف مبروك، صار لك معانا 4000 ليرة سوري. إذا هو قندرة اللاستيك الخضراء. السؤال الخامس بقيمة 8000 ليرة سورية، والسؤال يقول: أي الأشياء التالية يعتبر زاحف؟ الفيل، الحصان، الأرنب، الإنسان في الخاص وخاصة الشاب.
اتوقع على الانسان في الخاص، الشاب لما يزحف على الخاص اسرع من الزواحف. طيب الكمبيوتر يطلع لنا الجواب، والف مبروك صار لك معانا 8000 ليره سوري. حب تكمل؟ اذا خسرت راح تخسرهن كلهن، واذا انسحبت راح تاخذ ال 8000 ليره معاك. لا اكمل. طيب نكمل. السؤال السادس بقيمه 16000 ليره سوري، والسؤال يقول: المجلاع في اللغه الشاويه يعني اقشاط، حبل يشبه المنجنيق، عصا، أداة حادة. ظلك معانا 3 وسيلات مساعدة: استعانة بصديق، بدي استعين بصديق. صعب. نستعين بصديق. شنو صديقك اللي تستعمله؟ صديقي يوسف الرقاوي. طيب اتصلونا على صديقه يوسف الرقاوي. ناخذ اتصال يوسف الرقاوي. استاذ يوسف انت تسمعنا؟ نعم استاذ جورج اسمعك. انت في برنامج جورج قداحي من سيربح المليون. اهلا وسهلا اتشرف. معنا صديقك متسابق من سيربح المليون عبد الله الرقاوي، عنده سؤال حابب مساعدتك فيه. تمام جاهز. معك السؤال يقول: المجلاع في اللغه الشاويه يعني الاقشاط، حبل يشبه المنجنيق، العصا، اداه حاده. اخوي يوسف رقبة عبد الله الرقاوي بده يربح الطريزينة، لا تخسروا. يوسف دير بالك اخوي، انا حلمي بدي احققه وطريزينه بدي اياه، دير بالك اخوي. تمام. فكر وجاوب، فكر. تمام ما بمشكلة، بس عرضوا لي السؤال مرة ثانية لأنه ما فهمته، بدي تعيد لي السؤال مرة ثانية. المجلاع في اللغة الشاوية يعني الاقشاط، حبل يشبه المنجنيق، عصا، أداة حادة. والله سؤال صعب جدا يا أستاذ جورج، ما بغير السؤال هذا يعني؟ ما بهذا السؤال بدنا مساعدتك فيه. طيب خير إن شاء الله. أنا راح أساعد وراح أكون يعني ضابط عبد الله الرقاوي ونحقق له أحلامه إن شاء الله. تمام. أتوقع الإجابة رقم 3 العصا. العصا؟ نعم. متأكد العصا؟ هذه أتوقع. دير بالك يا ولد، طريزينه يا ولد، روح 100%. لا تخاف أنا وراك ولا تاكل هم، أنا أتوقع العصاية. شو العصاية؟ عصاي. متأكد العصاية؟ ان شاء الله. جواب نهائي. كمبيوتر طلع لنا الجواب. لا تقول. الجواب رقم 2 حبل يشبه المنجنيق. خسرت معنا 16000 ليرة. فرصة سعيدة أستاذ عبد الله. ما عشان الله كلمه قبل ما اروح. تفضل. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، حلمي راح مشانك انت. من مشيت معك بحياتي ما توفقت. لك حتى يوم يا زلمه لك عفت سوريه وجيت هنا مشان مسابقه على حقني، الله لا يوفقك. أستاذ عبد الله فرصة سعيدة. ايوه ان شاء الله الحلقه ما تعرضوها وتوزني. انا عندي هنا راح نعرض الحلقة وتشوفها إن شاء الله على تلفزيوننا وقناتنا ابن الرقا باسل. الله عشان بترجع على سوريا تقاطع، الله لا يوفقك.